خد بالك ان عندنا اسلوب اخر غير الخبري فقط والانشائي فقط، يعني في خبري وفي انشائي وفي ابنهم اللي هو خبري لفظا انشائي معنى، يعني اخد من الاسلوب الخبري لفظه خبري، يعني تبص على الجمله خبريه مش انشائيه. مثلا تلاقي اسلوب نفي، تلاقي فعل ماضي. اسلوب النفي والفعل الماضي اسلوب خبري بس غرضه انشائي. ليه غرضه انشائي؟ المعنى بتاعه انشائي. ليه؟ لانه بيفيد الدعاء، والدعاء المفروض اغراض انشائي. اغراض الاسلوب الانشائي بيبقى منها الدعاء، زي الامر والنهي، اصرف عنا عذاب جهنم او قنا عذاب النار، ده الامر، والنهي زي مثلا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فحبيبي الامر والنهي المفروض هم اللي بيؤدوا للدعاء. فهو بما انه اسلوب خبري بس غرضه الدعاء، فهو خبري لفظا انشائي معنى، زي جزاك الله خيرا فعل ماضي اهو، زي لا ابا لك كانت على بق العرب دايما دي لا ابا لك، فده اسلوب نفي ماضي زي جزاك، او نفي زي لا ابا لك، والاتنين للدعاء، فعلى طول تقول خبري لفظا انشائي معنى. دي فكره الاسلوب ده اللي هو الميكس بين الخبري والانشائي، اخد من الخبري لفظه واخد من الانشائي معنى، لان غرضه الدعاء.